كده، وهبتدي ان انا اكبر هنا. عايز تسنترها في النص ما فيش اي مشكلة. في تركاية هنا عايزين نقولها برضو، او مش تركاية، هي معلومة يعني. الت وهتسحب من دي كده، حطها هنا، اصبحت من ضمن الهوية بتاعتي خلاص. و الت كده برضو تاخد منها نسخة وتعكسها، كليك يمين ترانسفورم ريفلكت، دوس اوكي. تعالى شد دي كده، طلعهم لفوق سنة. تمام. والداتا اللي انت كنت كاتبها في الليتر هيد هنا اعلم عليها كلها، الت وشدها حطها هنا. المعلومة اللي دي محتاجة تتسنتر ثانية واحدة، مهم. او محتاجة تصغر. حطهم كلهم في جروب، وتعالى سنترهم كده في المنتصف. المعلومة اللي احنا كنا بنقول عليها ايه هي؟ ان هنا لما بتعمل الجايد لاين او المارجن بتاعتك في النوت بوك بالذات، يعني انت هتعمل نص سنتي، اتفقنا النص سنتي من كل جنب. من فوق من هنا حاول تخليها سنتي ونص. اشمعنى؟ علشان التغليف او عشان التقفيل بتاعك. التقفيل بتاعك بيبقى مثلا سلك او بشر او لزقه او كده او دبوس. حاول تسيب مسافه، بحيث ان هو لو انت حاطط حاجه مهمه السلك ما يضغوش عليها، او الراجل وهو بيقفل ما يبوظلكش التصميم. حاول تاخد بالك من النقطه دي. وقيس على كده اي حاجه بقى انت بتعملها في المطبوعات، سواء مثلا نوت بوك او روشته او ايا كان. تمام جدا. طب بعد كده الورق الداخلي بتاع النوت بوك، هنعمل ارت بورد جديده. العلامة المائية اللي احنا كنا عاملينها قبل كده، وحاول توحد الشغل بتاعك بحيث ان الطباعة بتاعتك تطلع مظبوطة. يعني مثلا اللي انا اقصده ان انت ما تجيش تعمل علامة مائية هنا باوباستي ولون مختلف، لا خلاص انت جربتها في الليتر هيد، خلي كل حاجة واحدة. هسنترها. والداتا بتاعتك هنا هاتها حطها لي هنا برضو. طب حد هيقول ايه لازمتها؟ بص هي محطوطة يعني ايه، رخامة على اللي هياخد النوت بوك. اشمعنى؟ لان انت بتحاول ترسخ او تحاول تخلي العميل او الشخص اللي هيستخدم النوت بوك دي يحفظ رقم التليفون بتاعك، العنوان، الويب سايت. انت مثلا هنا لو انت حطيت الداتا بتاعتك دي، انا ده وجهة نظري او ده رأيي. انت حطيت الداتا بتاعتك دي هنا تمام في الغلاف، فالعميل هيشوفها مره واحده. انما لو حطيتها جوه، العميل هيشوفها بعدد صفحات الورق اللي هم تقريبا 50 ورقه، لان النوت بوك بتطبع 50، الدفتر بيبقى 50 ورقه. بس هخليها، يعني عايز تخليها بالوانها، لو انت عامل حسابك ان النوت بوك دي هتطبع بالوان، خليها بالوانها. عايز تخليها جراي، فانا بقف عليهم كده كلهم وبدوس خليها جراي كده، ابيض واسود يعني. طب التسطيره بعملها ازاي؟ لو انت جيت باداه الكتابه وعملت هنا كده، فتحت كتله نص، دوست وسحبت. عايز بس انت تعمل سطر نقط كده. تمام. هجيب الايه بالشكل ده، وبعدين هدوس كنترول A، كنترول C، كنترول V كده. تبتدي ان انت تكررهم اكتر من مره كده. لو التسطيره دي يعني الى حد ما السطور ضيقه بالنسبه لك، طبعا انت هتعلم عليها كنترول A، وتيجي من اداه الكاركتر او البانل بتاعت الكاركتر، تزود المسافه ما بين السطور، تخليها مثلا 48، لا كبيره قوي، خليها 21، حلوه جدا كده. هي اتسطرت معاك بالشكل ده. لو شايفها تقيلة بالنسبة لك، ممكن تقف عليها تقلل الشفافية كده. تمام جدا جدا. ارت بورد جديدة، ده الظهر بقى او الكفر اللي في الظهر بالمربع. وتبتدي ان انت تعمل مربع كده، وبالاي دروب دوس على درجة اللون دي، وتجيب اللوجو بتاعك اللي هو كان ابيض ده، تحطه هنا، كنترول شيفت دال، يطلع معاك فوق، وخليهولي تحت كده. وطبعا التغليف هنا انا براعيه هنا وبراعيه هنا لو انت عايز تحط حاجة يعني. ماشي، ده النوت بوك. تمام جدا. فاضل الظرف.
شكل الظرف بتاعي هنا. تمام. تعالى الظرف هيبقى عامل ازاي. ممكن اشيل الايكونز دي بقى، انا مش محتاجها. الظرف احنا بنقول على الظرف اللي هو ده ظرف امريكاني، الظرف اللي هو بتاع البنوك او الظرف العادي بتاعنا ده اسمه ظرف امريكاني.